في ليلة واحدة بس أختي جنت، وبيتنا ما عاد هو نفسه. كل شيء بدأ لما باب البيت اتفتح بعد نص الليل، وواقف قدامه راجل غريب وشنطته السوداء وراه تتحرك لحالها. لحد اليوم ما بقدر أنسى هاي الليلة أبداً. ما بقدر أنسى هاي الليلة البشعة. لسه أذكر كل لحظة فيها، ولسه محفورة في ذاكرتي كأنها صايرة امبارح. كانت أصعب ليلة شفتها في حياتي كلها. في هذيك الليلة أختي حرفياً جنت. أبوي وأمي طلعوا من البيت عشان يزوروا جدي المريض، وبقيت أنا وأختي في البيت مع الخادمة غرفتها فوق في السطح، والبيت كان من دورين وفي حديقة صغيرة قدامه. بهداك الوقت صرت أنا المسؤول عن البيت وعن أختي. كنت لسه ما كملت حتى 18 سنة في الثانوية العامة. رفضت أروح مع أهلي عشان أذاكر للامتحانات، وقلت خليني في البيت أخلص دراسة. أختي كانت مريضة وأنا قاعد في غرفتي أذاكر فيزياء. بعد شوية حسيت بملل قاتل. حطيت القلم على الطاولة وقلت أرتاح دقيقة. غمضت عيوني، كنت تعبان جدا، وفجأة سمعت نقارات خفيفة على باب الغرفة. سمعت صوت أختي الصغيرة من وراء الباب تقول بخوف: ما أقدر أنام، أنا خايفة يا أخي. فتحت الباب، شفتها واقفة وعينها كلها دموع. كانت الساعة تقريبا 12:30 بعد نص الليل. كانت مرعوبة، خصوصا إنه ماما وبابا مو موجودين في البيت، والخادمة نايمة من الساعة 10. قالت لي وهي ترجف: شفت كابوس مخيف، ما كنت أعرف وين أنا. المكان كان كله ظلام. كنت أجري وأصرخ، في أحد يركض وراي ويصرخ بصوت مرعب يناديني ويقول لي: ما رح تقدري تتكلمي مرة ثانية. هون قلبي نزل من مكانه، بس حاولت أتماسك عشان ما أحسسها بالخوف. جلستها جنبي وقلت لها بهدوء: لا تخافي، هذا بس حلم، مجرد كابوس، ما يقدر يأذيكي. بس هي ما اقتنعت وظلت تبكي وترجف وتقول: كنت خايفة كثير. قلت لها: اسمعيني، طول ما أنا معك وبإذن الله ما رح يصير لك أي شيء. ابتسمت ابتسامة صغيرة وكأنها بدأت تهدى شوي، وفجأة وبدون أي انذار جرس الباب بدأ يرن 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 بدون ما يوقف. أختي صرحت بفرحة: ماما، أكيد ماما رجعت. ركضت بسرعة باتجاه باب البيت، وأنا لحقت وراها، بس كنت ماشي ببطء. وفجأة تذكرت ماما وبابا قالوا ما رح يرجعوا غير الصبح. هون قلبي دق بقوة. مين هذا اللي يدق الباب بهالوقت المتأخر؟ أسرعت عشان ألحقها قبل ما تفتح الباب، بس أختي كانت أسرع وفتحت الباب قبلي. كان واقف قدام الباب رجل غريب، قال بصوت خشن: السلام عليكم. كان ضخم الجسم، شعره أشعث، لحيته كثيفة، وملابسه قديمة ومزقة، وعينه شاحبة، وبشرته سمراء غامقة. كل شكله كان يخوف. وكانت جنبه امرأة لابسة عباءة واسعة فضفاضة. أنا وأختي وقفنا مصدومين من شكله. رديت بصوت متوتر: وعليكم السلام. الرجل فتح عيونه أكثر وكأنه مصدوم، وسألني بحدة: هذا بيت الحاج راغب السيد؟ قلت له: نعم، بس بابا مو موجود، هو مش هنا بالبيت وما رح يرجع قبل بكرة. رفع عيونه لفوق بطريقة غريبة. المرأة اللي معه مسكت ذراعه وطلعت كأنها تهمس في أذنه. وهنا شفت شيء ما انتبهت له من البداية. كان خلفه كيس أسود كبير متربط بحبل، وطرف الحبل ملفوف على يده اليسار. سألني الرجل مرة ثانية ونظراته غريبة: وأين أمك يا؟ جاوبت بسرعة وبدون تفكير: ماما كمان مو في البيت، طلعت مع بابا. رجع يطلع فينا وقال: يعني أنتما الاثنان عايشين لوحدكم هنا يا بني؟ سؤاله هذا جمد الدم في عروقي. حسيت بخوف حقيقي لأول مرة. قلت له وأنا أبلع ريقي: ممكن أعرف مين حضرتك يا عمي؟ ابتسم ابتسامة باردة وقال: أنا جار قديم لأبوك،
وجيت أزوره، بيننا موعد من زمان. استغربت من كلامه، لأني كنت عارف إنه بابا ما ينسى مواعيده، وخاصة لو مع ناس مهمين، فكيف يسافر ويترك موعد مع واحد جاي من بعيد؟ الرجل قال وهو يمثل التعب: يا ولدي، إحنا قطعنا مسافة طويلة عشان نوصل، هل تسمح نرتاح شوي في البيت وبكرة إن شاء الله نرجع نزور والدك في وقت مناسب؟ طلعت أنا والمرأة اللي معه، كان واضح عليهم التعب والوقت كان متأخر جدا، ونسيت تماما الجملة اللي ماما دايما ترددها: لا تفتح الباب للغرباء في الليل. سمحت لهم يدخلوا وأدخلتهم غرفة الضيوف، وبعدها على طول طلعت أجري على غرفتي وأنا قلبي يدق بقوة، أبغى أتصل على بابا وأقول له: مين هذا الرجل الغريب اللي جاي يزورك في نص الليل؟